أول ما بديت الكتابة يعني أنا استقرها يعني كنت أكتب لكن ما أنشر يعني لأن ظروفي في العمل وساعات العمل والخطارات تمنعني. فاستغلت ساعة أو دقيقة أكتب وأحفظ والآن عندي مجموعة يعني كاملة. أشعر بالسعادة اللي تخليني أبكي دموع لأنه الوجوه الطيبة، الكلام اللطيف الرائع الجميل أول مرة أسمعه حقيقة، لأن أنا بالغربة أكتب وأنشر ما أسمع غير تعليقات بسيطة. بالنسبة للأستاذ عماد جلال أيسوبوس فيلسوف عظيم، وأنا أود أن أؤكد أنه أصله من بابل من وادي الرافدين، والفكرة اللي استعملها باستخدام الحيوانات للكلام وهي فكرة كانت معروفة في بابل. وهو كعبد اجى لليونان واستخدمها ونجح، وكعبد اشتراه فيلسوف يوناني وبقى عنده وقام يشتهر، حتى شهرته صارت أكثر من هذا الفيلسوف. هذا الفيلسوف كان يسكر كثير، فاليوم سكر وتراهن تعقيبا على القصة، وقال أني أقدر أشرب البحر، مي البحر كله. فاستغل واحد من أعدائه قال له تراهن، قال له تراهن على القصر ومالك وكله إنه تشرب ماء البحر. على كل حال وإجت اللحظة اللي لازم ينفذون هذا الرهان، فقام يتوسل الفيلسوف ايسوبوس انقذني، قال له ما عليك انت اقعد. فاجت لحظه الرهان، قام ايسوبوس قال الان الفيلسوف العظيم راح يشرب ماء البحر، اسمعوا. فلما بدا يجي قال لهم وقفوا، اتفقنا على ان يشرب ماء البحر بس ما يشرب الانهار، الانهار اللي تصب هذا، فروحوا وقفوا الانهار حتى نقدر نشرب ماء البحر. كان إنسان ذكي وعظيم في فكرة وفي يعني القصص اللي أعطاها قصص كلها تتكلم عن الأخلاق والمبادئ، ويعني أعتقد أنه من أعظم الفلاسفة في خلقتهم البشرية، لكن لأنه عبد والعنصرية من ذاك الزمان، ولأنه عبد ما اعتبروه من الفلاسفة وطرقوا استطاعها إلى الفلاسفة العظماء السبعة والفلاسفة الحكماء السبعة، وكان هو يزاملهم لكن ما اعتبروه لأنه كان عبد مملوك. رحت إلى اليونان وطلعنا منها ونحن نعتقد أنه أخلاقنا ومبادئنا وإحنا الأهم وإحنا الأعلى، وكل الناس يعني لا احنا اعلى في الاخلاق، في المبادئ، في الكرم وفي الهدى. لكن الحقيقه هذا انه هذا غرور ويجب ان نفتهمه. لذلك انا في كتاب بالصدفه في نهايه الكتاب وحتى يبين هذه الفكره كتبت القيم او الاخلاق هي نفسها موجودة في كل مكان وزمان وعند كل شعوب الأرض، بغض النظر عن دينهم وطوائفهم طائفتهم وقوميتهم. المشكلة الكبرى لا تكمن في الأخلاق ولكن في مدى الالتزام والعمل. الادعاء بالأخلاق شيء جميل، شيء بسيط، لكن العمل به هو الأهم والأقوى. ولذلك في هذه القرية أنا شفت العمل بالأخلاق والالتزام به كان يعني شيء يفوق الوصف. يعني إذا مرض واحد بالقرية القرية كلها تمرض. مثل ما كنا نقول يجي جيراننا أمي توصيني يروح كم واحد تسوي له مكي، يتفقون الجيران بيناتهم اليوم علينا الغداء، اليوم علينا العشاء. هذا شفته بالقرية أيضا. أنا لما رحت أول قعدت في تحت الأرض عرفوا الجيران انه انا اجنبي بناي، بدأوا يزحفون علي مثل الله
تريد عندنا فد شو اسمه مكتب ما نحتاجه، تريده جابوا لي مكتب. عندنا ستائر ما نحتاج، جابوا لي ستائر. عندنا تخم قنافات ما نحتاج، فامتلأ بيتي فارغ اللي كان عندي انا طاوله وكرسي اطلع عليه وسرير. امتلأ بيتي، امتلأ بيتي بالقيم والاخلاق، امتلأ البيت بالدروس، بالمعاني اللي لازم احنا نفهمها واللي تضيع من عندنا الفتره. ضاعت قيمنا، ضاعت. اليوم انا اعذروني ما اعرف الاعراف من هاي العشائريه اشوف اتعجب، يساومون مساومات على حياه الناس. مش قد هذا حياه 30 40 مليون، لا اعطينا هذه قيم هجينه، قيم بلا قيم بالاحرى، ما مو قيم هذه. لذلك يعني في كتاباتي اعذروني هذا الآن هي انه استرجاع لهذه القيم اللي احنا تربينا عليها. وابوي ذكرني من كنت يعني من صغير، هو كان يقول لا تأشر على واحد قول له انت هذا عيب، شوف الثلاث اصابع أشر عليك، شوف نفسك اول مره وبعدين شوف الاخرين. ومن حكمة الإمام علي، الإمام علي العظيم الفيلسوف العظيم، مع الأسف إحنا نربطه بالأمور ثانية، لكن هو إمام الإنسانية قبل أن يكون إمام أي واحد. يقول الفرق بين الحق والباطل 4 أصابع. الباطل أن تقول سمعت وتقول، والحق أن تقول شاهدت. تكلم اللي شفته بعينه، واللي يصير كنا دا نسمع، دا نتكلم يعني. أكرر شكري وامتناني واعتزازي بحضوركم، يعني شرفتوني، وهذه راح تبقى في قلبي إلى الأبد. شكرا جزيلا.